النحافة وزيادة الوزن موضوع مهم جدا وحساس جدا لفئة كبيرة من الناس اللي بتحاول تتخن بأي طريقة ومش بيعرفوا، لأن للأسف أعرف جوازات بتفشل وناس بتتطلق بسبب النحافة دي للأسف. وعكس ما ناس كتير جدا بتعتقد إنك رفيع يا عم كل كتير وهتتخن، للأسف الموضوع مش بالشكل ده. يعني مش الرفيع ده لما ياكل كتير هيتخن، في ناس رفيعين بياكل أكتر منك مرتين وثلاثة وبرضه ما بيعرفش يتخن. في تفاصيل كتير جدا لازم نفهمها عشان تزود نفسك بطريقة صحية ومضمونة. فالنهاردة إن شاء الله هعرفك كل شيء يخص النحافة، تمام؟ من أول الأسباب وعلاج الأسباب دي، لأن الموضوع ده مهم جدا، تمام؟ هعرفك ايه افضل الاكلات اللي تزود الوزن، هعرفك ايه افضل الوصفات للمشروبات اللي تزود الوزن، تمام؟ هعرفك ايه افضل الادويه والمكملات اللي تستخدمها. فان شاء الله موضوع النهارده هيكون شامل، هيحط لك الخريطه الكامله لعلاج النحافه ان شاء الله. وفي اخر الفيديو ده هنفتح السحب ل3 اشخاص هنتابع معاهم النظام الغذائي مجانا لمده شهر وهدايا مجانيه كمان، وهنعلن عن نتيجه السحب اللي فات ل3 اشخاص اللي فازوا معانا. فتابع الفيديو للاخر عشان تعرف ازاي تشترك في السحب ده. اول حاجه لازم نعرفها، ليه الشخص بيعاني من نحافه، تمام؟ يعني ايه السبب اللي مخلي يكون عندك نحافه، تمام؟ فالاسباب متنوعه، اهم سبب بيكون مشاكل في الجهاز الهضمي سواء جرثومه معده او ديدان او عسر هضم، تمام؟ تاني سبب مشاكل في الغدة الدرقية، تمام؟ تالت سبب نمط الحياة المضغوط والمتوتر والضغط، وبرضه هنتكلم عليه بالتفصيل. ورابع سبب وهي الأسباب الوراثية، بيبقى جزء من الوراثة بتاعتك، تمام؟ بس ايه أشهرهم المنتشر جدا واللي بقابله في العيادة كل يوم باستمرار، وهي مشاكل في الجهاز الهضمي. وأول ما بنعالجها وزي ما أعرفك دلوقتي قصص بالفعل، اول ما بنعالج المشكله دي الشخص بيزيد بكل سهوله معانا الحمد لله. يعني كان لسه عندي امبارح حاله بتاكل كويس جدا، بتاخد فواتح شهيه، بتاخد مكملات غذائيه، بتعمل كل حاجه تزودها في الوزن وبرده مش بتعرف تزيد، تمام؟ وده بيرد على الناس اللي هي بتقول لك كل كويس وخد فواتح شهيه وهتزيد. ده مش الحل الوحيد، تمام؟ فاول ما عملنا التحليل معاها طلع عندها جرثومه في المعده بنسبه عاليه مأثره على الجهاز الهضمي، مبوظه الهضم بتاعها اصلا، مش بتخليها تستفاد بالاكل. واول ما بدانا نعالج الجرثومه دي وهي اصلا بتاكل كويس وبتاخد فواتح شهيه وبتاخد مكملات، بدات تزيد معانا بكل سهوله. هي نفس اللي كانت بتعمله اول ما عالجنا الجرثومه وهي بتاكل كويس بدات تزيد بقى ساعتها. وحالات تانية كتير جدا بتجيلي بيكون عندها ديدان بتأثر بشكل كبير جدا، وحالات بتجيلنا بتكون عندها عسر هضم، تمام؟ وحالات بيكون عندها نشاط زايد في الغدة الدرقية. فالأسباب متنوعة وبنقابلها كلها، تمام؟ فمهم جدا مهم جدا نعمل التحليل، نعرف لو في سبب للمشكلة موجود بتعالج السبب الأول، بعد كده هتمشي على الخطوات اللي أقولك عليها، هتزيد في الوزن اكيد ان شاء الله. فاول حاجه تعملها انك تعمل ال4 تحاليل دول، تمام؟ اول حاجه تعمل تحليل جرثومه المعده، ده في المقام الاول عشان لو في جرثومه نعالجها وبتفرق كتير جدا. تاني حاجه تعمل تحليل براز عشان نشوف لو في ديدان برضو نعالجها. تعمل تحليل صوره دم كامله عشان لو في انيميا او في اي مشاكل في الدم ونعالجها، تمام؟ وتعمل تحليل غده درقيه. يبقى انت كده عملت كل التحاليل الاساسيه لعلاج النحافه في اي مشكله موجوده فيهم. يعني انت اصلا ما تروح تعمل التحاليل اللي احنا كاتبينها دي بتاع المعمل هيقول لك والله ده انت عندك مشكله في الديدان، ده انت عندك مشكله في كذا، فهتاخد التحاليل دي وتروح لدكتور بطنه او دكتور تغذيه علاجيه، تمام؟ اللي اقرب ليك واللي انت بتثق فيه هيعالج المشاكل اللي موجوده عندك دي، وتعمل الخطوات اللي هقول لك عليها بقى في باقي الفيديو، وهتزيد في الوزن بطريقه مضمونه 100%. خطوه رقم 1 بقى اللي تعملها بعد التحاليل عشان تزيد في الوزن وهي التغذيه السليمه. التغذيه هي العنصر رقم 1 والاهم في رحلتك لزياده الوزن، تمام؟ فعاوزين نزود من 500 ل 700 سعر حراري، وده بيعتمد على نوعيه الاكل مش كميه الاكل الكبيره. احنا عايزين ناكل اكلات غنيه مغذيه سعراتها الحراريه عاليه، لان انت اصلا النحيف ده في الغالب ما بيبقاش بياكل كتير، فاحنا مش عايزين ناكل كتير، احنا عايزين ناكل وجبات، وجبه واحده سعراتها عاليه مغذيه فيها عناصر غذائيه مهمه جدا تفيد جسمك على طول ان شاء الله. ركز على الاطعمه الغنيه بالسعرات والمغذيات واهمها وهي المكسرات بجميع انواعها. المكسرات مهمه جدا، تمام؟ الافوكادو، الاسماك الدهنيه، تمام؟ زي السلمون والسردين مهمين جدا. زبده الفول السوداني
مهمه جدا. الالبان كامله الدسم، وطبعا هنتكلم عن الالبان دلوقتي وهنقول لك تفاصيل ليها هتفرق معاك كتير. الاكلات دي عظيمه جدا، وطبعا تركز على البروتين لان احنا هنتكلم كمان شويه على الرياضه، فهنحتاج نزود البروتين عشان نبني العضلات وشكل جسمك يبقى حلو، مش تملى دهون وخلاص. احنا عايزين نبني عضلات كده ويبقى في شيب للجسم، تمام؟ فركز على البروتين. طبعا البروتين مختلف، فراخ، اسماك، لحوم، جبن، بيض، الحاجات دي عظيمه جدا ومهمه جدا عشان تمد جسمك بالبروتين وتديك الشيب الكويس. فانت حاول تتناول 5 وجبات صغيره بدل ما تتناول 3 وجبات كبيره. حاول تخليهم 5 صغيرين او 4 صغيرين، ده في ناس بتوصلهم ل7 وجبات كمان، تمام؟ فزود الوجبات بتاعتك وخليها كلها سناك. يعني ابدا خد مكسرات، ابدا خد زبده فول سوداني، ابدا خد مشروبات اللي هنبدا نقول عليها باللبن، تمام؟ تاخد فواكه مجففه برضو سعراتها عاليه ومغذيه، تمام؟ الخطوات دي لما تقسمها على مدار اليوم وجبات صغيره سعرات عاليه وما تلحقش تشبع، فالجوع تاني بعدها بساعتين تدخل كمان وجبه، هتلاقي نفسك بتدخل سعرات حراريه عاليه جدا وهتفيدك جدا وهتزودك بكل سهوله ان شاء الله. الخطوه الثانيه لزياده الوزن بكل سهوله وهي المشروبات، تمام؟ والمشروبات دي من اكتر الطرق السهله اللي بتزود في الوزن بكل سهوله، لانها هتمدك بسعرات حراريه عاليه جدا، وده اللي هيفرق معاك في زياده الوزن بكل سهوله. وعندنا 3 مشروبات مهمين جدا هيزودوك في الوزن وانت مرتاح. المشروب رقم 1 لزياده الوزن وهو السموزي بالبروتين، تمام؟ هتجيب كوبايه لبن كامل الدسم، هتحط عليها موزايه، هتحط عليهم معلقه من الفول السوداني، ويا سلام بقى لو معاك بروتين، تمام؟ يعني هنتكلم في المكملات بعد شويه. لو جايب اي واي بروتين او اي مكمل بودر هتحط عليه برضو من البودر ده، تمام؟ المشروب ده عظيم جدا، غني بالبروتين، غني بالدهون الصحيه، غني بالسعرات الحراريه، مغذي مفيد وصحي وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. المشروب الثاني وهي العصائر الطبيعيه مع المكسرات، تمام؟ يعني كوبايه مانجا، كوبايه فراوله، كوبايه جوافه، ايا كان العصير اللي بتحبه، وتضيف عليه شويه مكسرات، جوز، لوز، كاجو، فستق، اي حاجه بتحبها من المكسرات، تمام؟ برضه هيبقى مشروب دسم وغني جدا بالسعرات الحراريه وهيفيدك جدا. المشروب الثالث وهو الحليب بالتمر، تمام؟ برضه هتجيب كوبايه لبن كامل الدسم وتحط عليها من 3 ل5 بلحات، طبعا بدون نوى، تمام؟ وتحط عليهم معلقه عسل وممكن تحط عليهم معلقه قرفه، تمام؟ برضو مشروب غني بالسعرات الحراريه وغني بالمعادن وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. والثلاث مشروبات دول هيبقوا اساسيين معاك طوال الرحله، يعني على الاقل مشروب واحد منهم في اليوم. خدت منهم 2 زي الفل مفيش اي مشكله، تمام؟ خدت ال3 برضو زي الفل مفيش اي مشكله. الخطوه الثالثه بقى لزياده الوزن وهي التمارين الرياضيه. والتمارين الرياضيه دي الناس تيجي تقول لك ده انت لما تعمل رياضه انت كده بتحرق اكتر، تمام؟ لا، بتختلف بشكل كبير جدا من نوع الرياضه اللي انت بتعملها. يعني اللي بيحرق اكتر ده وهو الكارديو، الجري والمشي والحاجات اللي فيها يعني بترفع ضربات القلب، دي بتخليك تعمل مجهود سريع، تمام؟ فالكارديو هو اللي بيحرق. لكن احنا عايزين نلعب تمارين مقاومه، رفع اثقال، انك تلعب حديد. يعني تمارين حديد دي بتبدا تخلي العضلات تكبر اكتر، تمام؟ وتديك الشيب بتاع الجسم. والعضلات دي الميزه فيها في التمارين دي ان هي بتجوعك، بتزود الشهيه بتاعتك، تمام؟ انت لما بتروح تتمرن بتروح عاوز تاكل البيت كله. فمثل الرياضه في الاساس بالنسبه لك ان هي هتحفزك وهتزود الشهيه عندك، هتخليك تاكل اكتر. غير ان هي هتخليك تاكل اكتر هتبني عضلات الجسم. احنا عاوزين كتله عضليه في الجسم، مش عايزين شكل الجسم تخين وعباره عن ميه او دهون وخلاص. فهتبني عضلات اكتر وهتحسن من شكل الجسم. الرياضه اساسيه معاك وهتفرق معاك بشكل كبير جدا انك تزيد ويبقى شكل جسمك حلو. والناس تقول لك كده عملت الكلام ده ازاي؟ دي عمليه تجميل دي ولا ايه؟ مفيش عمليه تجميل بتتخن اصلا. تصدق حتى عمليات التجميل اللي بيعملوها سواء حقن دهون او حشوات سيليكون او بوتوكس او فيلر او الحاجات دي كلها بتبقى في مناطق معينة بس من الجسم، لكن مش هتزود الوزن كله، مش هتخليك بالشكل الجميل الطبيعي اللي ربنا خلقك بيه، تمام؟ فمفيش حل غير انك تعمل الخطوات دي وابدأ التزم بالتمارين بتاع الحديد دي على الاقل 3 ايام في الاسبوع. ممكن تلعب بنظام بوش بول ليج. بوش بتلعب كل
تمارين الدفع اللي بتشغل عضلات الصدر وعضلات الترايسبس والكتف الامامي، بول بتشغل عضلات الظهر وعضله الباي والكتف الخلفي، ليج بتشغل كل عضلات الرجل الجزء السفلي كله. تمام، ده نظام تمارين مقسم جسمك، وطبعا عاملين عنه فيديوهات بالتفصيل. فالمهم تبدا تلعب رياضه، ولو رحت الجيم هو هناك هيبدا يعرفك تلعب ايه وتعمل ايه. يعني مش لازم برضو ايه تبدا تشوف الفيديوهات، مش لازم يا عم، روح الجيم بس واستمر 3 ايام في الاسبوع بجانب باقي الخطوات دي، بجانب بقى المكملات. تمام. الجزء الرابع لزياده الوزن وهو المكملات. هل تستخدم مكملات ولا لا؟ عادي، استخدم مكملات كويسه وبتزود وزنك اسرع وبتمد جسمك بالبروتين والسعرات والنشويات بكل سهوله. ايه اسهل مكمل تبدا تاخده؟ والله لو هتلعب حديد تمام، فابدا اول حاجه تاخدها الكرياتين. الكرياتين ده بيدخل ميه جوه العضلات وبيكبر شكل العضله، فالكرياتين كويس جدا وبيحبس ميه في الجسم وهيزودك في الوزن. تمام، بيحبس ميه جوه العضله، بيكبر العضله، مش ميه في الجسم ان انت تبقى جسمك شكله ميه. تمام، الكرياتين كويس. طيب ايه تاني ممكن تاخده مع الكرياتين؟ تاخد واي بروتين. تمام، الواي بروتين برضو كويس. طيب لو انت مش بتاع الرياضه قوي ومش عايز بروتين كتير والكلام ده وعايز حاجه تزود وزنك بسرعه، عندك بقى المكملات الطبيعيه اللي بتزود الوزن زي الانشور كويس، الجروس فورمولا عاملين حاجات كتير قوي على حسب كل حاله، فبرضه كويس جدا وبنصح بيه، هيفيدك ان شاء الله. حاجات مستورده كتير جدا كويسه، مش هنقول عليها عشان مقاطعه. تمام، فخلينا في الحاجات الاساسيه اللي احنا نضمنها بتتصنع عندنا في الوطن العربي. تمام، فالحاجات دي هتساعدك بشكل كبير جدا ان شاء الله. جانب المكملات ممكن تاخد فواتح شهيه ومعادن كويسه جدا، يعني ممكن تاخد دايجستين، دايجينورم، اي نوع فاتح شهيه تلاقيه عندكم في الصيدليه ايا كان النوع الموجود، لان الانواع بتختلف مع الزمن طبعا، والشركات بتقفل وشركات جديده بتفتح والاسامي بتختلف. تمام، فخد فاتح شهيه، ممكن تاخد فوليك اسيد، ممكن تاخد زنك. الزنك من الحاجات اللي بيفتح الشهيه بشكل كبير جدا، فبرضه هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا في زياده الوزن ان شاء الله. الخطوه الخامسه والاخيره وهو اتباع اسلوب نمط حياه صحي. تمام، النمط الحياه الصحي بيقلل الضغط والتوتر، فده بيفرق معاك بشكل كبير جدا في زياده الوزن. فاول حاجه تعملها وهو النوم الجيد. عاوزين ننام من 7 ل 8 ساعات في اليوم. تمام، وان احنا ننام مبكرا ونستيقظ مبكرا هيفرق معاك بشكل كبير جدا، هيعمل استشفاء للجسم، هيزود ارادتك، هيساعدك تاكل بشكل اكبر، هيفتح شهيتك. فالنوم الكويس مهم جدا. الخطوه الثانيه وهي الاسترخاء. تمام، يعني حاول كده تعمل تامل وتسترخي كده وتقضي وقت سعيد مع عيلتك وتستمتع بحياتك. تمام، الضغط والتوتر طول الوقت والنفسيه الصعبه دي مش هتزودك في الوزن، هتأثر عليك بشكل كبير جدا. اخيرا انك تكتب ملاحظات عن اكلك ونظام تمرينك، وتبدا تتابع وزنك، ويعني تبدا تتابع الرحله، تشوف والله انا الاسبوع ده كان وزني كذا واتمرنت كذا واكلت كذا فزدت، لا ده انا الاسبوع اللي بعده لخبطت في كذا فما زدتش كويس. ابدا تابع الرحله واصبر، الموضوع رحله طويله شويه. انك تزيد في الوزن مش سريع قوي زي انك تخس، يعني تلاقي ناس بتخس بال2 و3 كيلو في الاسبوع، انت عمرك ما هتعمل الكلام ده. فاصبر والتزم وابدا شوف ايه الحاجات اللي بتزودك في الوزن بسهوله بتجيب معاك نتيجه، وهتلاقي نفسك زدت توصل للوزن المثالي وهتفرح بشكل جسمك ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص، ووصلنا للاعلان عن فقره السحب. فكل اللي تعمله عشان تدخل معانا السحب ده وتبقى من 3 اشخاص هيفوزوا معانا بمتابعه نظام غذائي مجانا ونظام تمارين ونظام مكملات غذائيه واستشارات طبيه مجانا لمده شهر ان شاء الله، انك تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما انزله، وتكتب تم في كومنت. تمام، تعمل ال3 خطوات دول والفيديو الجاي هنعلن عن نتيجه السحب ان شاء الله. اما الاشخاص اللي فازوا معانا من الفيديو اللي فات وهم ألف مبروك ليهم، تواصلوا معانا على رقم الواتس ده عشان نبدأ نتابع معاكم، وإن شاء الله نساعدكم توصلوا لوزنكم مثالي. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، نشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.